السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين والمشتركين في القناة، إخواتي وحبايبي. النهاردة أول حلقة من قضايا شوكت بيه، وكله مقتبس من كتاب قضايا شوكت بيه. زي ما أنت شايف ده شوكت بيه، ودي القضايا اللي إحنا هنحلها. وأول قضية معانا النهاردة وهي مقتل سائق الفيلا. يلا بينا خش بالإنترو. هنبص على اول صورة زي ما انت شايف. مبدئيا شوكت بيه هو اللي كاتب حسنا من اكتشف الجثة. نبص الاول على الجثة، نحاول نحلل كده الدنيا ماشية ازاي. مبدئيا في سكينة وفي برنيطة وفي شجر مقصوص وفي مقص على الشمال. لو خدت بالكم في مقص على الشمال هنا، مقص على الشمال هنا اهو زي ما انت شايف. نخش في اول صورة. اللي عرفت ان السائق ميت هي الخدامة، او يعني نقول عليها تمام. اجمعوا كل من كان في الفيلا. شوكت بيها يجمع كل الناس وهنشوف الدنيا. برضو هي كانت في الخارج بتجيب طلبات، رجعت لقت الراجل واقع على الارض. دلوقتي هنشك في الاربعة دول: الخدامة، الراجل اللي بيقطع الشجر مش عارف ده ايه، والطباخ زي ما احنا فاهمين. نيجي نحلل الاول الدنيا مشيت ازاي. نحلل الاول. سكينة، الراجل واخد شوية دم اهو وذنبه على جنبه وبرنيطة بتاعته. عايزين نحل. وفي شجر وفي المقص، وانا شايف يعني هو خد طعنتين تلاتة، يعني ادي 1 2 طعنتين بالظبط. وده المقص اهو. يا ساتر يا رب. طيب نشوف بقى كل واحد هيقول ايه من المتهمين. لقد كنت مغادرا وسمعت وعدت عندما سمعت صراخا. يعني الراجل ده كان بره وسمع صوت حد بيصرخ. سكينة من سكاكين المطبخ. هو بيسأل اهو، سكينة من سكاكين المطبخ. ايوه، انا من هذا عني مشتبها به فيه، ولكن لن اكذب. لقد كنت في المطبخ ولم اسمع اي شيء حتى اخبرتني الخادمة. طب يا جدعان دلوقتي في 2 بيكذبوا، حد منهم بيكذب. واحد بيقول لك ان هو سمع صريخ من بره، يعني الراجل ده سمع صريخ، تمام. والتاني بيقول لك انا ما سمعتش حاجه، انا ما سمعتش حاجه. هي الخدامه جت قالت لي، الخادمه: لقد كنت اكلم بعض الاشجار وذهبت الى خلف احضار بعض الحبال وعدت فوجدت الخادمه تقف فوقه. عندك برضو الراجل ده قال حاجه تالته خالص. والراجل هنا بيسأل من في رأيك قد يقتل السائق؟ لابد انه الطاهي السكينة بجوار الجثة، طعن وألقى السكينة وهرب. إنك رجل ذكي للغاية. يا لم تخبرني باسمك. اسمي أشرف. دلوقتي احنا معانا السواق مات، الخادمة كانت. تعالوا نرجع لصورة الخادمة، نشوف الصورة اللي تحت دي زي ما انتوا شايفين. الخادمة كانت بتجيب طلبات من بره، يعني طلعت بره. وعندك الراجل عم أشرف كان بيعمل ايه؟ كان بيقص الشجر بره برضه في المكان اللي مات فيه. وعندك الراجل ده مش عارف صاحب المنزل غالبا، بيقول لك انا سمعت صوت حد بيصوت. ما قالش بقى ايه الراجل اللي بيموت بيصوت ولا الخادمة. وعندك الطباخ بيقول لك ان انا دخلت سمعت الخادمه بتقول لي ان في حد مات. كل واحد بيقول حاجه عكس التاني. وقعدت سمعت صراخها، يعني كده الخادمه كانت بتصوت الاول، تمام. صوتت فالراجل عرف. ودي سكينه من سكاكين المطبخ. الطباخ كل حاجه بتقولها على الطباخ، يعني الراجل سمع ست بصوت وبعدين لكن لن اكذب. كنت في المطبخ لم اسمع اي شيء حتى اخبرتني الخادمه. وذهبت الى الخلف لاحضار بعض الحبال وعدت فوجدت الخادمه تقف فوقه. في رايك كمان لابد ان نقطه السكينه بجوار الجثه، طعنه والقى السكينه وهرب. انك رجل ذكي للغايه. اشرف. يا اشرف. طب احنا نبص على اشرف. عندك الراجل ده مات، خد البرنيطه
يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ انا هشك في الطباخ. انا هقول ان الطباخ. ليه بقى؟ مبدئيا الحبال. انا هشك في عم اشرف. انا هشك في عم اشرف. انا غيرت رايي وهشك في عم اشرف، لان عم اشرف ما جابش حبال. عم اشرف جاب السكينه. عم اشرف جاب السكينه ورماها جنب الجثه. رماها جنب الجثه، والجثه مرميه على الارض جنبيها السكينه، وعم اشرف معوش الحبال. عم اشرف. انا هشك في عم اشرف. قول لي انت في الكومنتات بتشك في مين وليه؟ بتشك في مين وليه؟ ليه بقى؟ عايزين نعرف كل واحد هيقول ايه في دماغه. طب يا جدعان شكرا، والحل هنعرفه الحلقه الجايه ان شاء الله، كل يوم 2 الساعه 8 9 في الوقت ده. واللي مش عامل لايك وسبسكرايب يعمل لي لايك وسبسكرايب وشير لو عايز الناس تحل معانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وصلوا على النبي في الكومنتات. سلام يا اخواتي.